هي دي، وكمان ألم الأحشاء من الداخل اللي هو ألم الرحم والبريتون. لكن السب بلوك ممتاز في تسكين الألم السطحي زي ألم العضلات والدهون والشيث والجلد والمناطق الخارجية من طبقات البطن، وهي دي اللي بتبقى ألمها إلى حد كبير بشع شوية، وهي دي المنطقة اللي ما بيجيش معاها مسكنات عادية. لما بتاخد مسكنات عادية بعد الولادة لسه موجوعة، ودايما تسمعي بقى أول قومة وأول قعدة وأول عطسة، هو التابلت بيقفل بقى الحتة دي، لكن ما بيقفلش أو ما بيأثرش خالص على آلام الأحشاء اللي هو الرحم والبريتون، اللي هم آلامهم برضه ممكن يكون قبول أو ممكن يتغطى بالمسكنات العادية. حلو كده، يعني التاب ما بيقفلش كل أنواع الألم، لكن الألم اللي هو سايبه ما بيقفلوش ممكن يتغطى بمسكنات عادية. ثالث حاجة، الحاجة لاستخدام الأفيونات. البي سي اي بيعتمد في